السلام عليكم، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده هنعمل فرخة محشية كده تحفة جدًا. أنا في الفراخ المحشية ما عنديش يوم مرحمين، بصراحة بيبقى طعمها وريحتها روعة جدًا. تعالي يالّا نشوف المقادير هنعملها إزاي، وكمان هاقول لِك مدة التسوية بتاعتها لو أنتِ بتبوظ معاكِ أو بتفرقع معاكِ في الشوربة. يالّا بينا نشوف. معايا بصلتين كده مفرومين ناعم، وكمان يعني مش ناعم أوي يعني ما تبشريهمش، افرميهم في الكبة، تمام؟ بعدين حطيت لهم معلقة صغيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ضروري جدًا إن إحنا نضبط التوابل ما تكونش كتير أوي ولا قليل أوي، علشان طبعًا تخلّي طعمها حلو وريحتها حلوة معانا، تمام. دعكت البصل كويس أوي زي ما أنتم شُفتوا كده، وهاجيب الفرخة بتاعتي طبعًا مغسولة كويس أوي ومنقوعة في محلول ملحي، اللي هو عبارة عن ليمون وملح وخل. أنا باحط خل، ما فيش أي زفارة خالص بتبقى في الفراخ يا جماعة. الخل برضه بيبقى حلو جدًا في المحلول الملحي. بعد كده حطيت لها معلقة كبيرة من الطحينة، ودعكت الفرخة بيها كويس كده وسِبتها منقوعة فيه. بعد ما قعدتها بقى بتاع نُص ساعة كده شِلتها رُحت غاسلاها تحت المَيّة الجارية، وبعدين رُحت جاية منشّفاها من جوّه بقى علشان الضلوع بس بيبقى فيها مَيّة لسه راكدة، فنشفتها بمنديل عادي خالص، وحطيت في قلبها البصل وتبّلتها كويس أوي. بتطلع تحفة وريحتها روعة، جرّبوها. تبّلوا الفراخ اللي أنتم هتحشوها قبل ما تحشوها، بتبقى طعمها فظيع. أنا باسيبها متّبلة في التلاجة كده عادي ومتغطية مثلًا stretch wrap، وباسيبها متبّلة مثلًا لمدة مثلًا ساعة أو ساعتين. مش مستعجلة عليها خالص، هاسيبها ليلة وبعد كده أبتدي إن أنا أحشيها. بعد كده أخدت بقى نُص البصل اللي أنا تبّلته، ومعايا كوبايتين من الرز المصري المغسول، ما نقعتوش خالص، هو كده هيستوي في الفرخة لإنها هي بتقعد ساعتين، تمام. ومعايا معلقتين كبار من الزبدة المقدوحين، هانزل بالرز بعد ما غسلته وصفّيته، وهاشوّح فيه كده شوية، وبعدين هانزل ببقية البصل أشوّحه برضه كويس، وبعدين أرفعه من على النار لمّا أحس إن خلاص السوايل اللي فيه نشفت بتاعة البصل. بعد كده هاحشي بقى الفرخة بتاعتي بالكمية المناسبة ليها، وهي بتاخد من كوباية لكوباية إلا ربع. هاسيب الرز يهدى شوية علشان طبعًا ما ينفعش نحطه في قلب الفرخة وهو سخن عشان ما يعجنش، وبعدين نبتدي إن إحنا نحشي الفرخة. نغزتها من ضهرها كده بالسكينة زي ما أنتم شايفين علشان أضمن إن شوية سوايل بس يخشوا جوّه الفرخة ويسووا الرز. خطوة مهمة بقى إن إحنا ما نملاش الفرخة من قلبها رز كتير أوي ولا من تحت الجلد. ما نحطش كتير علشان خاطر ما تفرقعش، وده سبب إن الفرخة ما تفرقعش معانا، إن إحنا ما نملاش الجناب بتاعة الفرخة أو الصدر بتاعها من تحت الجلد رز، تمام. نخلّي الدنيا خفيفة كده ولطيفة علشان خاطر الفرخة تفضل محافظة على شكلها وما تفرقعش معانا في الشوربة. طبعًا هنا أنا جِبت بقى حلة على النار وحطيت فيها معلقة زبدة كبيرة وقدحتها ونزّلت فيها الفرخة على طول، أخدت صدمة كده من جميع النواحي بتاعتها، ونزلت عليها ببصلاية كبيرة متقطّعة وطماطماية وجزراية وورق لورا وشوية البهارات بقى وضبّطت الملح والفلفل الأسود، حطيت عليها كمان مَيّة مغلية. هاشيل من عليها أي ريم بقى وبعدين هاغطّيها وهاسيبها تستوي. بتقعد ساعتين على النار لإن الفراخ دي بتبقى كبيرة شوية، مش زي الفراخ التسمين أو الفراخ البيضا اللي إحنا بنشويها أو بنسلقها ونحمّرها عادي. نيجي بقى للرز اللي بقي، ده بيبقى طعمه لوحده حكاية. سِبته شوية عقبال ما الفرخة استوت، وبعدين جيت زوّدته بقى شوية شوربة علشان يستوي وناكله جنب الفرخة بيبقى رهيب. أنا ما باعملش حاجة جنبها خالص غير هو شوية الرز ده وشوية سلطة وشوية بطاطس محمّرة. هي دي الأكلة أو الغدوة بتاعتنا اللي بيبقى معاها الفرخة المحشية، أو ممكن طبعًا حسب راحتكم ممكن تعملوا محشي زي ما أنتم عايزين، بس أنا بافضّل معاها البطاطس المحمّرة والسلطة وشوية الرز دول، بتبقى نعمة وفضل حلوة جدًا، جدًا. بس كده، حمّرت الفرخة بتاعتي بقى في قلب زيت غزير، هو اللي بيدّيها اللون الحلو ده، ويا سلام بقى لو عندِك حتّة سمنة بلدي تطعّمي بيها الزيت وتحمّري فيها الفرخة بتاعتِك، بتبقى روعة. بس كده هنغرف بقى الأكلة بتاعتنا الحلوة الرهيبة الخطيرة. ريحة الرز شامين؟ فظيعة. ريحة الرز حلوة جدًا، طبعًا أنا باحب أكتّر له شوية من الفلفل الأسود عشان تغمّق لونه شوية، بيبقى لونه وطعمه حلو أوي وريحته كمان رهيبة. بس كده شايفين الفرخة بتاعتنا الحلوة؟ شايفين؟ حلوة جدًا ريحتها حلوة وهتشرّفِك كمان، يعني اعملي الخطوات اللي أنا قُلت عليها.
حلوة جدًا، جدًا. الكلام ده طبعًا لحبيباتي الصغيّرين اللي مُقبلين على الزواج، وكمان اللي هم محتاجين استفسار أو محتاجين إن حد مثلًا يرشدهم إن هم يعملوا طبخة كويسة، أو عايزين مثلًا ليه الفرخة بتبوظ معانا، ليه الفرخة مثلًا ما في التسوية بتاعتها بتتهري أو كده. وطعمها حلو أوي، وكمان الرز من جوّه مفلفل ومستوي، شايفين الجمال؟ روعة. وبس كده يا حبايب قلبي، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرًا على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.